الصين لسه عاملة أول ماكينة في العالم بتقطع الأشجار بالليزر، ولا مناشير ولا دوشة ولا دخان، كله تكنولوجيا عالية ودقة خيالية. الماكينة دي بتستخدم ليدار ليزر عشان تمسح المكان وتحدد جذع الشجرة في اللحظة نفسها، بدل ما العمال يطلعوا فوق الأشجار الطويلة بمناشير في إيديهم، وده خطر جدا. الماكينة دي بتضرب شعاع ليزر قوي من بعيد وتقطع الشجرة بدقة، يعني العمال مش محتاجين يلمسوا الشجرة أصلا. زمان كان قطع الشجرة حاجة مرهقة وخطرة جدا، طلوع وتوازن على الفروع ومنشار في إيدك، كل خطوة كانت خطر وبطيئة ومتعبة جدا. إنما دلوقتي مع نظام القطع بالليزر الموضوع اتقلب تماما، العامل بيقف على الأرض بأمان يمسك الكنترول، وفي ثواني الشجرة تقع تحت شعاع الليزر. الطريقة دي أسرع وأأمن وكمان أكتر كفاءة. واختراع ماكينة الليزر ده فتح أبواب جديدة قدامنا، وبيدينا لمحة عن مستقبل الغابات اللي شكله قرب لأفلام الخيال العلمي. أنت بقى إيه رأيك؟ هل نستخدم التقنية الجديدة دي عندنا ولا نستخدم الطرق التقليدية أفضل؟ قُل لي في الكومنتات. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرًا.